وللأسف إن أغلب الأطباء بيلجأوا على طول إن هم يكتبوا حبوب استاتين أو على المدى الطويل ممكن تعمل ضعف في عضلة القلب. كان عندهم انكماش أقل في حجم المخ مع التقدم في السن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة أنا شايفها من أكتر الحاجات المثيرة للاهتمام، وهي الأحماض الدهنية الأساسية وبالأخص زيت السمك. هكلمكم عن إيه هي الأحماض الدهنية الأساسية، إيه فايدتها وتأثيرها الحقيقي علينا وعلى أجسامنا، منين نقدر ناخد كفايتنا منها، ولو احتاجنا إن احنا ناخد مكملات ازاي نختار المكمل المناسب. اول سؤال محتاجين نعرف اجابته هو ليه زيت السمك مميز. عشان نعرف اجابة السؤال ده لازم نرجع شوية للاساس ونعرف ايه هي الدهون. الدهون نوع من العناصر الغذائيه الكبيره، وبتتكون من احماض دهنيه مرتبطه مع جليسرين. الاحماض الدهنيه دي بنقسمها لثلاث انواع رئيسيه: الدهون المشبعه، ودي اللي بنلاقيها في الزبده وفي اللحوم، ودي بتكون صلبه في درجه حراره الغرفه زي الزبده كده تاني حاجه الدهون غير المشبعه، ودي بتكون سايله بدرجه حراره الغرفه زي الزيوت النباتيه، دي ممكن تكون احاديه غير مشبعه زي حمض الاوليك اللي موجود في زيت الزيتون مثلا. والنوع التاني منها الدهون المتعدده غير المشبعه، وهنا يجي اهم اتنين في الدهون المتعدده غير المشبعه اللي هم الاوميجا 3 والاوميجا 6. الاوميجا 6 ده اللي بنلاقيه في الزيوت النباتيه زي زيت عباد الشمس وزيت الكانولا. الاوميجا 3 دي اللي موجوده في بذور الكتان وبذور الشيا وفي الاسماك الزيتيه وفي المكسرات. بس ناخد بالنا ان مش كل انواع الاوميجا 3 شبه بعضها، كمان جسمنا مش بيقدر ينتج الانواع دي لوحده، يعني لازم ناخدها من بره، وعشان كده احنا بنسميها احماض دهنيه اساسيه. ويبقى كده احنا عرفنا ان في نوعين رئيسيين من الاحماض الدهنيه الاساسيه، هو الاوميجا 6 والاوميجا 3. الاوميجا 3 الجسم بيحولها لنوعين انشط واطول في السلسله اللي هم الاي بي اي والدي اتش اي. الاثنين دول هم اللي بيعملوا اغلب الفوائد اللي بنسمع عنها للاوميجا 3. ويبقى كده منين نقدر نجيب الاي بي اي والدي اتش اي اللي هم النسخه النشطه من الاوميجا 3؟ اهم مصدر ليهم هو الاسماك الدهنيه زي السلمون والسردين والمكاريل والتونه. الاسماك دي بتكون غنيه جدا بالاوميجا 3. لو هناكل اسماك مرتين في الاسبوع او على الاقل مره واحده، بكده هنقدر نوفر احتياجات جسمنا من الاوميجا 3. بس المشكله ان مش كل الناس بتحب السمك، وكمان في ناس مش بتقدر تاكله. ممكن هنا ناخد بذر الكتان المطحون ونضيف منه معلقه على كوبايه الزبادي او ندوبه في كوبايه ميه ونشربها. ممكن كمان بذور الشيا، ممكن المكسرات زي عين الجمل مثلا. كل دي مصادر طبيعيه للاوميجا 3 وهتوفر لنا كل احتياجاتنا. وخلينا دلوقتي نتكلم عن ايه هي فوائد الاوميجا 3 وزيت السمك لجسمنا. الاحماض دي بتشارك في حاجات كتير جدا جوه جسمنا: المناعه والالتهابات وصحه القلب ونمو العضلات والمخ. علشان كده احنا بنسميها اساسيه، لاننا حرفيا محتاجينها عشان نقدر نعيش في صحه كويسه. خلينا اقول لكم على شويه فوائد مثبته علميا للاوميجا 3. رقم واحد، لصحه المخ. حمض الدي اتش اي ضروري لتطور ونمو المخ من قبل الولاده حتى. الدراسات لقت ان الناس اللي بتاكل اكل غني بالدي اتش اي بيبقى عندهم تدهور اقل بكتير في الذاكره مع التقدم في العمر. وفي دراسه تانية لقوا ان الناس اللي بتاخد حوالي 2 جرام من الدي اتش اي يوميا كان عندهم انكماش اقل في حجم المخ مع التقدم في السن. في دراسات تانية كمان بتقول انه ممكن يحسن الذاكره عند كبار السن، بس لسه ما فيش ادله قاطعه، يعني محتاجين دراسات اكتر. نمره 2، لصحه العضلات. زيت السمك كمان بيساعد في الحفاظ على قوه وحجم العضلات مع التقدم في السن. في دراسه اتعملت على الناس من عمر 60 ل 85 سنه، لقوا ان اللي خدوا حوالي 3 جرام يوميا من الاي بي اي والدي اتش اي زادت عندهم قوه العضلات وقدرتهم على اداء التمارين. رقم 3، لصحه القلب. من اكتر الحاجات المعروفه عن زيت السمك ان هو بيقلل الدهون الثلاثيه في الدم، ودي نوع من دهون الدم اللي ارتفاعها ممكن يسبب مشاكل على القلب. وللاسف ان اغلب الاطباء بيلجأوا على طول ان هم يكتبوا حبوب استاتين لما بيلاقوا ارتفاع في نسب الكوليسترول والدهون الثلاثيه في الدم، وبنتجاهل كل مشاكل الادويه دهيت سواء في الم العضلات اللي بتسببه او على المدى الطويل ممكن تعمل ضعف في عضله القلب. رغم ان كل التوصيات الطبيه بتقول ان في خطوات تانية ممكن نعملها قبل ما نلجأ للعلاج بالاستاتين، ومن اهمها هو استخدام الاوميجا 3. موضوع الكوليسترول موضوع كبير هنبقى نتكلم عنه في حلقه لوحده، فتأكد انك عامل اشتراك ومتابعة للقناة عشان توصلك كل الحلقات. طالما وصلت معانا لغاية هنا ما تنساش تعمل لايك على الفيديو. طيب لو انت مش بتحب السمك ومش عاجبك كل مصادر الاكل الطبيعي اللي احنا قلناها، هنا بقى هيجي دور المكملات. بس عشان تستفيد صح من المكمل اللي هتدفع فيه فلوس، انا هقول لك على شويه حاجات تتاكد منها عشان تعرف اذا كان نوع المكمل ده كويس ولا لا. لما تمسك اي علبه اوميجا 3 لازم تتاكد من الحاجات دهيت قبل ما تشتريه. رقم واحد، ان يكون مجموع تركيز الاي بي اي والدي اتش اي 500 على الاقل. اقل من 500 هيكون تركيز ضعيف جدا. رقم 2، نقاء المكمل، وانه يكون خالي من العناصر التقيله زي الزئبق، ودي نعرفها ان هو يكون تم فحصه من قبل طرف موثوق زي الاف دي اي مثلا، وهتلاقي مكتوب على العبوه ان هو تم فحصه وان هو نقي وخالي من العناصر التقيله. رقم 3، مكمل الاوميجا الكويس ما بيكونش فيه اي ريحه زفاره او طعم زنخ. رقم 4، الشكل الكيميائي ليه يكون ترايجليسرايدز،
مش اي حاجه تانية. اخر حاجه انه يكون من شركه معروفه وليها اسمها. في الاخر لازم تكون عارف ان افضل طريقه عشان خاطر تستفيد بكل فوائد الاوميجا 3 انك تاخدها عن طريق الاكل مش عن طريق المكملات، وان احنا مش بنلجأ للمكملات غير لو في استحاله ان احنا نكمل احتياجاتنا من الاكل. في الفيديو اللي هيظهر لك دلوقتي هتلاقي ازاي تقدر تاكل اكل صحي عشان توفر كل احتياجاتك الغذائيه، وكمان تقدر تتحكم في سكر دمك وتتحكم في وزنك. اعمل لايك لو عجبك الفيديو وما تنساش تشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.